عليكم يا جدعان، أهلًا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست الشعبي بتاعنا قعدة مصطبة. النهارده حرفيًا الحلقة مولعة نار، لإن إحنا بنتكلم عن موضوع كل بيت مصري شاغل دماغه بيه، إمتى نتيجة الثانوية العامة؟ الثانوية عامة 2025 يعني والله العظيم يا جماعة مش هندخل شارع ولا تقعد في قهوة ولا حتى تطلع أسانسير غير لمّا تسمع حد بيقول إيه، يا ترى النتيجة إمتى؟ يا عم التنسيق هيبقى كام؟ طب الطب هينزل والّا هيطير؟ نبدأ حلقتنا كده واحدة واحدة وبسم الله. النتيجة يا جماعة لسه ما طلعتش ولسه الوزارة ما قالتش بشكل رسمي هتطلع إمتى، بس في مصادر من جوّه كده قالت إن التصحيح شغال والرصد كمان، بس قال لك الوزير إن إحنا مش مستعجلين، الأهم إن إحنا نطلّع نتيجة مضبوطة، أهو ده الكلام، يعني مش عايزين نكرر غلطات السنين اللي فاتت، الكنترولات بتشتغل بهدوء وبيقولوا ممكن النتيجة تظهر في نهاية شهر اللي إحنا فيه أو أول أسبوع من شهر أغسطس. طب يا عم إحنا عرفنا إن النتيجة قرّبت، بس السؤال اللي بيجنن حرفيًا الناس، بيجننهم كده، التنسيق فعلًا هيكون عامل إزاي؟ يعني التنسيق هيكون يعني مرتفع عن الطلاب، هيكون التنسيق منخفض، هيكون أقل من السنة اللي فاتت، هيكون أعلى من السنة اللي فاتت، فخلّيني أقول لك إن السنة دي مختلفة شوية، ليه؟ لإن مجموع الثانوية العامة بقى من 320 درجة بس، مش 410 بتوع النظام القديم، ليه؟ لإن فعلًا في مواد اتحذفت زي ما إحنا عارفين، ومواد بقت عددها قليل جدًا عن الناس اللي هم أيامنا إحنا ولسه لحد السنة اللي فاتت اللي كانوا بياخدوا كل المواد باستثناء كام مادة دُولة بتوع الترم ده. طيب يعني التقييمات هتبقى بنظام مختلف، وكمان المواد المضافة للمجموع اختلفت حسب الشعبة، يعني مثلًا علم علوم بقى عبارة عن عربي، إنجليزي، أحياء، كيميا، فيزيا بس، أمّا علم رياضة بقى عربي، إنجليزي، رياضة، فيزيا، كيميا، ما فيش حاجة تاني، إنما الأدبي بقى عبارة عن إنجليزي، عربي، تاريخ، جغرافيا، إحصاء، ما فيش رياضة خالص، ما فيش علم نفس، ما فيش فلسفة. طبعًا وده النظام الجديد اللي كتير من الطلبة وأهاليهم مش واخدين لسّه عليه، لإن طبعًا كُلّنا أصلًا مُعتمدين على التنسيق القديم اللي كان يعني محشور كده ومليان مواد ومليان حاجات كتيرة، وبتبقى بتخلّي مش الطلاب بس لوحديهم اللي بيكلّموا نَفْسهم ولأ وكمان الأهالي والله يعني بجد ربنا يعينهم. الناس كُلّها عايزة تعرف هل كُلّيات القمة زي الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي هتنزل فعلًا؟ الإجابة بنسبة كبيرة أيوه. طب السبب؟ قال لك إن المجاميع العالية السنة دي مش بنفس كفاءة السنين اللي فاتت، وكمان في توسيعات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بحيث إن هيوسّعوا الأماكن بحيث إن تقدر الجامعات دي تستوعب عدد أكبر من الطلاب عن السنين اللي فاتت كان بياخدوا عدد معيّن، لأ هيستوعبوا عدد أكبر من السنين اللي فاتت. يعني في أماكن أكتر للطلبة والمنافسة هتقِل شوية، يعني الطِب ممكن يبقى من 90% أو أقل، الهندسة من 80% والصيدلة أو العلاج الطبيعي طبعًا على حسب الكلية والجامعة، بس في هبوط واضح. يعني كل دي كلّها افتراضات مش حاجة أساسية، ومش حاجة أكيدة، كل دي افتراضيات يعني مش أكيدة. طبعًا ده مش رسمي، ده مجرد توقعات تنسيق 2025 لإن التنسيق الحقيقي بيظهر بعد النتيجة وقت التقديم على المرحلة الأولى. دلوقتي بقى في سؤال
بيدور في دماغ أي طالب، لو ما جِبتش طِب أو هندسة أعمل إيه؟ هاقول لك على حاجة، والله العظيم الدنيا ما بتوقفش، في جامعات أهلية جديدة محترمة، في تعليم فني حديث بياخدك لسوق الشغل فورًا، في كليات تانية بتفتح لك مجالات كبيرة، ومش لازم تكون قمة علشان تبقى فيها ناجح. طب قبل ما نختم خلّيني أقول لك حاجة مهمة جدًا، النتيجة دي مش نهاية، دي بداية، ودي بداية لطريق طويل اسمه الحياة، فخُدها واحدة واحدة كده، وسمّي الله وخلّي عندك أمل، والموضوع مش صعب، الموضوع عادي بيكمّل، ناس كتير دخلت كليات هُم بيحلموا بيها وما كمّلوش فيها، ناس كتير دخلت الكليات اللي بيحلموا بيها وخلّصوا وما بيشتغلوش بيها، لإن حرفيًا سوق العمل مختلف تمامًا عن الدراسة اللي إحنا بندرسها في الكليات وفي الجامعات. حرفيًا يا جماعة خدوها نصيحة منّي ليكم، اختاروا الكليات اللي ليها شغل بعدين، تقدر تشتغل بيها، يعني توفّر لك مصدر دخل يعني كويس. في كليات القمة للأسف الشديد، للأسف الشديد هاقول لكم إيه، مش يعني كتير أوي منهم موجودين، لإن كل الأهالي بتتارجت الكليات القمة، وده للأسف يعني هاقول لكم مثال مُدرِّس والّا طبيب، المُدرِّس لو هنتكلم للأسف عن الدروس وكده، لأ هو دخله أقوى بكتير من الدكتور. الدكتور بيتعب كتير وبيتعب أكتر عشان يفتح عيادة مستقلة، بيقعد وقت أطول علشان العيادة تشتغل، بيحتاج materials غالية جدًا، تمام، لكن المُدرِّس لأ، هكذا بقى اقدر طبّقها في باقي الكليات، تمام، ما تيأسوش وخلّي عندكم أمل، جات ما جاتش عادي جدًا، نبُص للبديل المتاح اللي أنت تقدر تكمّل فيه، اللي مهاراتك تقدر تستوعبه. وكده خلّصنا قعدتنا، ولو عجبتك الحلقة اعمل share وقُل لأصحابك يسمعوها، وما تنساش تتابع الpodcast علشان الحلقات اللي جاية فيها تحليلات تنسيق والجامعات، وسلام.